السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل إيه لو الجيم بيشغل موسيقى؟ أو أنا بعمل إيه شخصيا؟ أنا أولا المكان اللي أنا عايش فيه حواليا كل الجيمات اللي هي الورلد جيم، جولدز جيم، كل حاجات اللي هي المتعارف عليها. وأنا كنت مشترك في جيم هنا، فالجيم رحته، فداخل بقى اول يوم اتمرن ودفعت الفلوس وبتاع. فبعد ما دخلت لقيت واحده داخله ورايا، رحت لابس هدومي وخارج. فكلمت الجيم، قلت لهم يا جماعه يعني انا دافع فلوس الجيم ففي وقت للرجال. فقالوا لي مين حضرتك بتقول ايه؟ يعني الستات بتيجي تقول لنا عايزين وقت للستات، ففي ساعه في الاسبوع في وقت للستات، بس اول مره نسمع ان حد عايز جيم للرجاله بس دي. فقلت له طبعا هو يعني الرجاله اللي هتروح وموافقه على حاجه زي كده يعني هيطلبوا ليه يعني وقت للستات وقت للرجاله. فقلت له انا ماليش علاقه، يعني انا مجبر على الجيم ده في المكان اللي انا ساكن فيه، فانا عايزه. فقال لي تعالى الساعه 5 الفجر. فبقيت بروح الساعه 5 الفجر اتدرب وبتاع وزي الفل، الدنيا جميله ما فيش ستات وبتاع مش عارف ايه. فالمهم الجيم على البسين، مفتوح بالكامل على البسين. فكان بيبقى فيه تمرين الصبح للسباحه. فانا كل اللي في دماغي اللي دول طبعا رجاله بتتدرب. فالمهم طلعوا ينطوا من فوق، وقد كانت الصدمه، فما دخلتش الجيم تاني. دلوقتي بروح جيم بعيد عني ربع او تلت ساعه، مش ميكسد، حلو جدا. والوقت اللي بروح الصبح دي بقى الفكره. قلت لهم يا جماعه في وقت ما بتشغلوش فيه موسيقى؟ فقالوا لي تعالى الصبح بيبقوا لسه فاتحين كده، زي عاملين زي الافراح كده، بيشغلوا اللي هو اسماء الله الحسنى قبل ما يدبوها يعني. فقلت له تمام. فبقيت بروح وانت وحظك بقى، ساعات يشغلوا اغاني فاروح رايح اقول لهم يا جماعه انا ما بسمعش اغاني وباجي بدري عشان كده. فيروحوا قافلينها. مشغلين افلام، فاقول لهم يا جماعه معلش غيروها هاتوا كوره، انا ما بتفرجش على كوره. وانا يعني ايه، طبعا اللي يعرفني يعني يعرف كلامي في الكوره يعني. فاللهم لك الحمد يروحوا مغيرينها جايبين كوره او يقفلوها خالص. فانت عليك دور، لو انت روح للمكان قول لهم يا جماعه معلش انا ما بسمعش موسيقى، ففي وقت اقدر اجي فيه ما فيهوش موسيقى. فلو قالوا لك روح، لو ما قالكش حاول تتناقش. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. تمام. فانت روح وتكلم. فانا اللهم لك الحمد دلوقتي بقيت بروح الجيم في وقت ما بيشغلوش فيه موسيقى، ما بيشغلوش فيه افلام، لو في افلام بيغيروها، والحمد لله مش ميكسد. وانا في الجيمات اللي قبل كده لما كنت بروح كنت بلاقي جيمات مش ميكسد ولكن بيشغلوا حاجات، كنت بروح اكلمهم وبيسمعوا الكلام. فانت لازم تتكلم وبالحكمه والموعظه الحسنه والهدوء والبتاع مش عارف ايه. طب لو ده مش حاصل ومش هيقفلوا الموسيقى، مفيش حل. مش هتقول لي هلبس الهيدفونز وهروح، دي معصيه قائمه. والمعصيه القائمه دي كمان بيبقى معاها معاصي، تلاقي بقى اللي بيعملوا زومبا وبومبا وهومبا والكلام اللي هو الغريب ده. فلا، انت لا تقيم نفسك في موقف معصيه، يا اما تغيرها يا اما تنصرف. تمام. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. تمام. فانت هتقعد مش هتاثم. فانت يتغير وتكلم وادعو الى الله عز وجل. ما لقيتش حاجه فدور على مكان حتى لو ابعد ليك شويه، وانا بقيت بستغل الوقت ده في سماع دروس العلم الشرعي وغيره. يا اما تتدرب في البيت زي ما انا كنت بعمل في رمضان. تمام. تتدرب في البيت في حاجات كتيره تقدر تعملها، وتقدر تشوف في برامج تنزلها تقدر تتدرب فيها في البيت. تجيب الاستيك باندز، تجيب متوازي، تجيب عقله، تجيب تجيب حاجات كتير. والله عز وجل جسدك ده هو الذي خلقه. فالله عز وجل القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن والبركه في يديه عز وجل. فلو هو اذن اللي هو يبارك لك في جسدك باقل القليل اصحك وجسمك بقى قوي جدا وكل حاجه. طب لو انت عملت ما لا يرضى الله، ما عند الله لا ينال الا بطاعته. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تستبطئن الرزق بان تنول بمعصيه الله، فما عند الله لا ينال الا بطاعته. فانت ممكن تبقى رايح الجيم الجامد وكل حاجه جامد وتاخد كل حاجه، والله عز وجل لا يصح بدنك او يصح بدنك ويفتنك.
فانت لا، اولا خد بالاسباب، شوف مكان مش مختلط وروح. لو لقيتهم بيشغلوا موسيقى قول لهم في وقت ما فيهوش موسيقى، تمام ما في لا ما فيش، رحت لقيت موسيقى انصح. وانا كنت بروح وناس كانت ساعات بتحرجني، وده لا يمنعني ان انا امر بالمعروف وانهى عن المنكر، وقصص زي دي حكيتها. ان انا اروح لشاب وكل شويه يشتكي للناس عشان ما بيشغلوش اغاني، واحد تاني وهم ما بيشغلوش اغاني راح هو جايب الصب بتاعه. واللهم لك الحمد الناس بتنتصح، اللهم لك الحمد. فانت خد بالاسباب حتى لو المكان بعيد عليك. والله الدنيا ما ظبطتش خالص بقى، خالص اتدرب في البيت يا معلم، والله عز وجل يبارك لك. ان شاء الله الموضوع يسير. وتاني، حسب الناس ان يقولوا ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من اصعب الامور اللي انت يبقى عندك القدره الماديه انك تعمل الحاجات دي وتتوقف، لان الله عز وجل لا يرضاها، لان هو اللي رزقك المال وهو اللي رزقك القوه وهو اللي رزقك الصحه. فما تستعملش طاعه، فما تعملش رزق الله عز وجل في معصيته. تمام؟ وركز يعني، الله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، إلا إن نصر الله قريب. وبعد كده تقول لا أصل أنا محتاج اروح الجيم والجيم بيشغلوا موسيقى وانا مش هقدر ما اتدربش في الجيم، فلازم هلبس الهيدفون. لا يا استاذي، اتدرب في البيت والله عز وجل يبارك لك في صحتك. خد المالتي فيتامينز بتاعتك، خد السبلمنتس بتاعتك، الله عز وجل يبارك لك. السلام عليكم.